من المنتظر أن تشهد قائمة المنتخب التونسي غياب أسماء بارزة وعودة أسماء أخرى كانت قد تألقت في الآونة الأخيرة بشكل لافت جدا، حيث لا يمكن للناخب الوطني جلال القادري التغاضي عن هذا الأداء وعدم توجيه الدعوة لهم. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. يدخل المنتخب التونسي لكرة القدم بداية من يوم 3 سبتمبر 2023 في تربص إعدادي استعدادا لملاقاة المنتخب البوتسواني في تونس يوم 7 سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا الكوت ديفوار 2024، وخوض مباراة ودية مع المنتخب المصري في القاهرة يوم 12 من الشهر ذاته. ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني جلال القادري عن قائمة اللاعبين خلال الندوة الصحفية الخميس 31 أوت 2023، حيث من المتوقع أن تشهد القائمة بصفة كبيرة غياب اللاعب إلياس العاشوري جناح فريق كوبنهاجن الدنماركي بسبب الإصابة، وكذلك من المحتمل غياب اللاعب أنيس بن سليمان محترف نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، أجبرته على الركون للراحة وتغيبه عن مواجهة الجولة الثانية ضد نوتنغهام فورست. كما من الصعب جدا دعوة اللاعب أسامة الحدادي العائد حديثا من الإصابة وهو الآن ليس في أفضل حالاته. هذا ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة العديد من الأسماء التي غابت خلال آخر معسكر للمنتخب التونسي، نذكر منهم كل من اللاعب إلياس الصخيري ويوسف المساكني، علي معلول ونعيم السليتي. كما أنه من المتوقع أيضا عودة حمزة رفيعة لاعب ليتشي الإيطالي إلى صفوف المنتخب التونسي، وذلك بعد تقديمه لمستويات ممتازة خلال الفترة التحضيرية للفريق الإيطالي وبروزه بالمباراتين الرسميتين الأخيرتين من الدوري الإيطالي. ومن الممكن أيضا أن يقوم جلال القادري بتوجيه الدعوة إلى كل من اللاعب سيف الله الطيف لاعب نادي وينترسور السويسري ولاعب نادي سان باولي الألماني إلياس سعد. لهنا نوصلوا لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.